يا مساء العسل والفل والياسمين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصفتنا النهارده في منتهى الجمال، لوحة فنية كده، شكل ولون وطعم، مريحة من جهة من الطعم ومن المصاريف، وحتى تبص لها تريح نفسيتك يعني. اطعم من الجيلي واحلى من الجيلاتي. حاجه كده تحفه فنيه بصحيح. هنسمي الله ونبتدي مع بعضنا. هو حلقه او حاجه حلوه يعني، هو اختراع انا ما اعرفش اسمها ايه بصراحه يعني. كان عندي منجايه وكوبايه لبن. المنجايه لقيتها في الفريزر، وكوبايه اللبن عندي لقيتها باقيه من العيال. قلنا نعمل بيها حاجه حلوه كده يفطروا بيها الصبح، مفيده ومغذيه وفي منتهى الجمال. هنسمي الله. هنشتغل الاول على البارد. معانا كوبايه من اللبن، عليها كوبايه من الميه. طبعا الميه دي مكان البوله دي كان مكانها اللبن. ميه حاجه ساقعه خالص، بتشتغلي كله على الاول على البارد، بتبقى الحاجه ساقعه واللبن طالع من التلاجة. هنجيب معانا معلقه جيلاتين، وديت اختياري مش اجباري يعني، عايزه تحطيها ماشي، مش عايزه تحطيها مفيش مشاكل. ممكن تجيبي بدلها باكو جيلي. باكو جيلي من اللي هو الشوكولاته دوت يعني، بس بتحطيه في الاخر بقى بعد ما تحطي النشا وبتحطي الكاكاو بتاعك وبتحطي الحاجه. الجيلاتين ده هيتقل معاكي شويه مع هو والنشا، وفي نفس الوقت بتقللي من كميه السكر. هنشتغل على البارد خالص كده، نبتدي نقلب لحد ما يبتدي يدوب معانا. ما ينفعش يتحط سخن كده في الاول. يبقى احنا حطينا كوبايه اللبن مع كوبايه الميه، 3 معالق من النشا، نص كوبايه السكر. والسكر ده برضو حسب الرغبه يعني. انا على فكره انا حاطه اقل من نص كوبايه، بس هو القوام المظبوط ليها نص كوبايه. زي ما قلت لكم انا مش بحط الحاجه محليه جامد. 3 معالق من الكاكاو الخام اللي هو كاكاو الحلويات. طالما انت بتعملي بيه حلويات لازما بيبقى كاكاو خام، عشان انت بتضيفي سكر وبتضيفي حاجات تعرفي قوام الحاجه اللي معاكي ايه. وهنبتدي نشتغل كده على البارد خالص. احنا قلبناها كده، احنا حطيناها على البوتاجاز، ونبتدي نقلب فيها على نار هاديه لحد القوام بتاعنا ما يتقل. بس ايدك تبقى فيها على طول عشان ما تلسعش وتبقى مرره منك، وتبقى على نار واطيه خالص. وايدك فيها كده زي ما انت شايفه بسباتولا او مضرب اليدوي او معلقه كبيره، مفيش مشاكل. بعد ما نخلصها والقوام بتاعها، بص بقى، بص هو ده القوام اللي احنا عايزينه بقى. بتطفي عليها لان انت لما بتسيبيها تبرد بتتقل تاني. الخطوه دي جميله بقى. انا عندي سمنه، حطيت سمنه معلقه سمنه فلاحي. ما عندكيش سمنه فلاحي حطي زبده من العاديه. ما عندكيش حطي واحده دانت. ما عندكيش حطي معلقتين من القشطه اللي هي وش اللبن دي، بتبقى مركزه لما بتشيليها بتبقى تقيله، بتبقى مركزه محطوطه في التلاجة، بتبقى شاربه الميه بتاعتها ما فيهاش ميه يعني. بيبقى فيه كذا بديل. ونقلبها نديها تقليبتين كده بقى، بتديها لمعه. وهنسيبها تهدى شويه خالص لحد قبل ما عبال ما نحضر الكوبايات هتكون هدت. هنشيلها من على البوتاجاز كده، نحطها على حاجه عشان تبرد كده مع تقليبتين، تطلع السخونيه اللي فيها. هنجيب كوبايات بلاستيك بقى، عايزه كوبايات من الورق، كوبايات عاديه من عندك، كاسات عاديه حسب ما انت بتحبي. بس انا قلت يعني اللي ياكل حاجه يبقى يرميها بعد كده. مش غاليه على فكره ومش مكلفه. انا جبت الثلاث كوبايات بجنيه. انا كنت جايبه ب3 جنيه. زي ما قلت لك باقل حاجه هتعرفي تعملي حاجه حلوه وتلمي عيالك وتفرحي عيالك. على قد ما بنقدر اهو بنهون على نفسنا الايام دي. الله المستعان. كده احنا ملينا نص الكوبايه. بصوا بقى، عايزه تحطي ما بين دوت وما بين اللي انا هعمله التاني نوع من البسكوت، نوع من الفاكهه، نوع من المكسرات، ده برضو يرجع لك وحسب الرغبه، هتبقى جميله وزياده من عندك. دي مش اختياري برضو مش اجباري، بس انا زي ما قلت لكم برضو انا بشتغل بالموجود عندي في البيت. احنا هنا معانا جبنه المانجايه بقى، مانجايه زبده كده، ضربتها في الخلاط زي ما هي بقشرها، وبعد كده صفيتها من غير ميه ولا حاجه ولا سكر، لان احنا هنحط الاضافات هنا. يبقى احنا معانا كوبايه من الميه مع المانجايه اللي انت ضربتيها مع معلقه الجيلاتين دي، وهنبتدي نقلبها برضو مع الاضافات التانية اللي احنا هنحطها اللي هي النشا والسكر. عايزه تزودي كميه السكر زوديها، بس اعملي حساب معلقه الجيلاتين دي الاول لو انت هتحطيها.
او مش هتحطيها زي ما قلت لك برضه هتجيبي باكو جيلي مانجا. هو مش لون اصفر وخلاص، لان في مانجا وفي مشمش عشان ما تلخبطيش الدنيا. طبعا عيالك هياكلوا مش هيعرفوا يقولوا ده ايه ده ايه ده، ولا هيعرفوا يفسروها. هنا معانا بقى 4 معالق من النشا، لان المانجا هتحتاج ايه يعني زياده شويه، ما بقاش فيها نشويات، لان الكاكاو بيبقى فيه نسبه نشا، فاحنا مقللين مقللين النشا اللي احنا حطيناه عليه. وحطينا نص معلقه سكر، نص كوبايه سكر، ونبتدي نقلب برضو على البارد كله، لان النشا لو حطيتيه والميه سخنه او الجيلاتين عامه حطيه والحاجه سخنه قدامك هيكلكع ومش هيديك القوام اللي انت عايزاه، هتتعبي فيه عبال ما تعمليه. لازم تضربيه بالهاند بلندر او بالخلاط. فاحنا عايزين نشتغل وتبقى الحاجه سريعه ومفيش حاجه تعطلك ومفيش حاجه تعقدك بالنسبه للمبتدئين او المتجوزين جديد. لو حد عايز يعمل حاجه حلوه من غير ما يخاف، اقفي وسمي الله وقفي في مطبخ وهتطلعي كل حاجه حلوه، بس بمقادير مظبوطه. هنبتدي نقلب برضو كده على نار واطيه خالص عشان برضو ما تتلسعش مننا وتدي ريحه وحشه او تدي ريحه شياط وتدي مراره. هنحط معلقه السمنه بتاعتنا، ما اقولكوش بقى على معلقه السمنه الفلاحي دي، عاطيه ريحه في منتهى الجمال وطعم في منتهى الجمال. زي ما قلت لكم حاجه صحيه كده، يعني كل اللي احنا حاطينه لبن، سمنه، مانجا، كاكاو، كله صحي بصحي، يعني ما فيهوش حاجه مضره. والسكر احنا مقللين السكر، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا يشفيكم ويعافيكم، ما حدش يشوف حاجه وحشه يا رب، لا في نفسه ولا في عياله ان شاء الله. اهو ده القوام اللي احنا عايزينه بقى. بص الجمال وبص اللمعه بقى. معلقه السمنه الفلاحي تديها لمعه جميله كده، لون ذهبي في منتهى الجمال. هنسيبها تهدى لان احنا حاطين في الكوبايات التانية، هنسيبها تهدى شويه ونرجع نصب عليها. زي ما قلت لكم عايزين تزودوا حاجه، عايزين تحطوا حاجه ما بين ده ودوت، براحتكم برضو. ولو حد عملها وحط كده يقول لي برضو في التعليقات ويكتب لي في الكومنتات. هنبتدي كده نملى الكوبايات بتاعتنا ونركنها. طبعا انت بعد ما تخلصي بورقه بمنديل بتاع المطبخ كده او اي منديل عادي، من هم ما يبقاش ليه ريحه برضه عشان الكوبايه ما تلقطش، او اللي يحطها على بقه او طبعا كده كده هتاكلي بالمعلقه يعني، بس برضه عشان ما تلقطش الحاجه دي منك، تبقيش انت تعبانه والحاجه تلقط منك ريحه. باي منديل بتاع المطبخ كده وتساوي الكوبايات بتاعتك وتنضفي حاجتك، بحيث برضه بيقولوا ايه العين بتاكل قبل البق. بصوا بقى، انا ما كانش عندي بصراحه لا جوز هند ولا سوداني، وما كانش عندي حد يجيب لي، لان انا عامله الحاله دوت بعد اذان الفجر، بعد صلاه الفجر، بعد صلاه فجر الجمعه. كان عندي حبايتين كريس كده، رحت قاسمه الواحده 2 وقلت نعمل لكم عيون حمرا كده عشان ايه اللي يفتح التلاجة الصبح يتفجع. بس والله ما اتفجعوا برضه، كلوها. قمت لقيتهم ضايقينها كلها قبل ما اكمل التصوير. بصوا الجمال بقى. ايه رايكم؟ ايه رأيكم بالله عليكم؟ حاجة بسيطة وخفيفة ومش مكلفة وعلى قد ايدك، وبالموجود في البيت هتعملي كل حاجة، هتدوقي عيالك كل حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. بصوا والله العظيم جميلة، والقوام بتاعها في منتهى الجمال، احلى من الجيلي زي ما قلت لكم، واطعم من الجيلاتي، وحاجة جميلة ومغذية وموفرة ومش مكلفة، وتنفع لضيوف دخلوا عليك. يا سلام بقى، احلى حاجه بقى لما تبقي عامله حاجه كده وحد يخش عليك يدوق من الحاجه الحلوه اللي عندك. الله المستعان. ربنا يملى بيوتكم كلها بالخير والسعاده، ويوسع رزقكم ورزق عيالكم، احنا وانتوا والمسلمين جميعا يا رب، وفك كرب الجميع. والله المستعان. ادعوا لنا واحنا ندعو لكم. كل سنه وانتم طيبين.